اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نشوف. رجعنا الترم التاني وبدأنا بقى هنعمل فيه ايه. اول حاجه بصوا، عضيه لما بيستلم الكتب يا جماعه، تمام، بيعمل ايه بقى؟ بيستلم الكتب بتاعته، فمش بيكتب عليها الاسم. فانا بمسكها كده علشان يعني لو اتلخبط كتاب مع زميله او اي حاجه، طبعا ورد الحاجات دي بتحصل مع اولادنا. بيقعدوا جنب بعض ليه؟ بيحطوا قاعدين 3 في التخته دلوقتي في الديسك، ف بيبقى قاعدين جنب بعض. يجي واحد يسيب كتاب، يروح التاني شايل كتاب زميله وماشي، وما يبقاش واحد يعني ما بيبقوش عارفين كتب بعض وكده. فالمهم انا كتبت له عليه الاسم والفصل والمدرسه والحاجات دي علشان خاطر ايه؟ يعني منع للخبطه ومنع للمشاكل بتاعه الولد في الفصل. تمام تمام. اول حاجه انا بمسكها بستلم، بمسك الكتب بتاعته سواء خارجيه او بتاعه المدرسه. هم الحمد لله اول مره النهارده يروحوا. انا ما روحتش صراحه معاه، لان هو انا كنت عايزه نروح معاه وفقش قال لي لا خلاص بقى خليكي، انا كبرت وهنعتمد على نفسي وحاجات ياما كبيره كده. فالمهم بقى كنت انا بروح يعني عشان خاطر استلم الكتب والحاجات دي. بستلم، كنت بروح استلم له اول واحد واطلع اسلمهم له في الفصل على طول، يبقى فرحان وكده. مرضاش، قال لي لا خليكي. فالحمد لله يعني عدى من عليا المساله الكبيره دي. فانا دلوقتي بحط له في كل، المفروض في كل كتاب كشكول او كده. المدرسين بقى اول حاجه عايزه اقول لكم، دي كراسه انجليزي صح؟ احنا جايبين كشاكيل. بصوا بصوا جايبين كشاكيل ايه، يعني كام ورقه، اللي هي 8 دي 48 او 60 تقريبا. هي المفروض كانت 60، دي 76 اللي هو كان 80. تمام. بصوا عايزين بقى طالبين حاجات معينه. هو اصلا بيخشوا ما بيدهمش 3 4 صفحات من قدام وخلاص السلام عليكم. المدرسين ما بيرضوش يكملوا دلوقتي في الفصل معاهم ولا بيعملوا حاجه. فاحنا هنشوف كده، عايزين نقسم الكراسه على 2، بس مش عارفين هيوافقوا ولا لا. فهنشوف. ادي كراسه يعني كشكول قصدي. تمام. دي لا، دي مش محتاجة ولا جايزة. طيب تمام كده الدراسات. طيب هنحط لها، عايزة واجب. بص كتبت الاسامي، يعني كتبت الاسم وكده وهحط بقى ايه، عشان بيقعد بقى عقده يغلبني. اصلا انا معيش كراسه لكذا، لا ببقى فاكره، بحطها بايدي عشان ابقى فاكره. اقول له لا انت معاك كراسه، ودي كراسه الرسم اهي، ودي ما اعرفش بتاعت دي كراسه مذاكره. دي اعملها المذاكره. طيب تمام. خليها الايه بقى اهي، حطيناها في العلوم. تمام كده يبقى دراسات ورياضه وعلوم. فاضل لك الانجليزي. كان في كراسه انجليزي هنا دلوقتي. ايوه دي كراسه اهي. تمام. انا اساسا مش جايبه له كشاكيل انجليزي، انا جايبه كراسات علشان هو معتز بيستخدمه سوا. فاساسا كده كده الدراسه يعني هو ممكن كبير وخالص، لو راح اسبوعين 3 يبقى كرامه. فلو راح اسبوعين 3. ودي عربي. كده انت معاك يا حبيبي كل الكراسات في كل الكتب كده. تمام خلاص. لو زنقت معاك جامد بقى هناك وقفت لك قالت لك انا عايزه كراسه لنفسي ومش عارفه ايه الحاجات اللي بتعملها المدرسين دي، تروح مطلع كراسه من الكبير، من الكبار بتاع عربي او حاجه، وتروح مشقلبها وعطاها لها من الشمال. خلاص بس كده كده انت معاك كل الكراسات. المفروض يعملوا لهم جدول علشان الشنط بتتقطع. انا لسه مخيطه الشنطه امبارح، يعني هو لسه امبارح. اه المهم بقى هنا ايه، بنحط له الكتب في الشنطه. كتاب الدين اهو. تمام عشان خاطر ايه، عدي بيلخبط الدنيا ويحط الكراسات التانة والحاجات اللي مش حلوه دي. انتوا عارفين الاولاد مش الصبيان كمان مش زي البنات. سوري التليفون وقع مني. مش زي البنات بيحافظوا على حاجتهم، لا. بصوا بقى هنا هحط له هنا لا مش في دي هخليها للسندوتشات عشان يعني ايه قدام شويه. هنا بقى هحط له ايه، كراسه الرسم فيها إيه؟ بصوا بصوا بصوا، ورق كده، ورق ورق ورق، والمسطره، ويحط المقلمه هنا. تمام. واخد قلم سبوره، واخد المقلمه. بصوا المقلمه بتاعت الشنطه يا جماعه، مش بتاعت خارجيه. هحط المقلمه هنا مع كراسه الرسم والمسطره والحاجات اللي هي ايه، والاله الحاسبه. بصوا اهو، يعني نحط الاله الحاسبه هنا. بس انا بصراحه خايفه على الاله الحاسبه تتكسر، لان انا جايباها غاليه يا جماعه السنه دي. اول سنه لنا آلة حاسبه وجايباها غاليه، مش كمان مش اللي هي الكبيره، لا دي آلة حاسبه استخدام من سنه 4 لسنه 6 بس. وبعد كده بقى بنجيب الاكبر منها ان شاء الله يعني.
ربنا يا رب بس يصلح حالهم يا رب، وينجحهم ويوفقهم وينولهم كل اللي في بالهم، ابني وكل اللي زيه، اللهم امين. فبصوا هحطها بقى هنا، خلي بالك بقى منها. هيا عدي، خلي بالك من المقلم ولا نشيلها؟ لا خليك. بتحتاجها يعني، نخليها هنا كده، خليها حتى في النص هنا كده. محتاج الامتحانات وكمان ساعات. اهو خليها في نص الكراسه كده تحميها شويه. خايف عليها، جيبها بحاجه و80 جنيه. وقلم السبوره ده انت واخده ليه؟ ده قلم السبوره بتاعت البيت، واخده ليه؟ تاخدوش تاني معاك. كده شنطتك جاهزه خلاص. انا كل يوم يا جماعه بتمم له على الشنطه، اقسم بالله اسالوه كمان. كل يوم بتمم على الشنطه، اقعد اشوف فيها ايه ومش فيها ايه، واللي ما ناقص اعدله، اللي بايظ اظبطه، والحاجات اللي هي دي. لان بصراحه يعني من غير كلام كده، من غير مبالغه، مش عايزه اشكر في عدي كتير، عدي مهمل صح بصراحه، يعني مش عايزه اشكر فيه كتير، بس هو مهمل يعني. بس يا جماعه ايه، بصوا كده، دي بدايه الترم التاني، ودي الزمزميه واللانش بوكس احنا طلعناه تمام. قلت بقى اشارك معاكم اول يوم دراسه انا بعمل ايه. انا كنت الاول بشارك معاكم من اول الصبح، وبنعمل لانش بوكس وننزل نروح المدرسه نوديه والحاجات دي. طبعا بما ان هو دلوقتي قال لك لا انا كبرت، وبيمشي هو وصحابه، يعني بيتفقوا عن طريق التليفون، يتصلوا على بعض ويتجمعوا كلك سوا ويمشوا يقابلوا بعض. فخلاص بقيت يعني ايه مطمنه عليهم. بعدين المدرسه مش بعيده عننا، وهو دلوقتي ما بقاش صغير، عايزاه يعتمد على نفسه. بصوا هقول لكم، كان بياخد في الاجازه بتاعه المدرسه، كان بياخد الكتب بتاعه الدرس في شنطه المدرسه وبيروح بيها، لانه قطع شنطه الدرس اللي انا لسه جايباها، ما لحقناش، ما كملتش معانا شهر. ودي الكراسات بتاعه الدرس والحاجات دي تمام. فانا برضو يعني شوفوا انا مرتباها كلها، لان هو بيجي ياخدها كلها مره واحده. بصوا تقيله قد ايه، تقيله بتقطع الشنط، فانا بحاول انظمها. وهنا القلم بتاعه كان ساح معاه في الشنطه وكان بهدل الدنيا. ففين كراسه العربي بتاعه الدرس مش عارفه. بصوا انا احب ان هو ايه يعني، عايزه الكراسه. بصوا بيلعب بالالوان والحاجه ازاي. بصوا الولاد حبيبي، دي كراسه عربي ولا كراسه ايه؟ ايه دراسات بتاع الدرس ولا المدرسه؟ بتاع الدرس. طيب ماشي، ما تتحطش ليه في كتاب الدرس ليه كده؟ دي كراسه الدين اللي احنا بنكتب فيها صح. ما نحط كل حاجه في قلب بعضها ايه، علشان خاطر نبقى عارفين دماغنا ودنيتنا رايحه فين، ما نبقاش نلف على الكراسه فين. التربو عايزه اقول لكم انا عامله له تربو لوحده علشان يحط فيه حاجته. اقسم بالله ما انا عارفه بيعمل ايه. ده العربي، دي اللي عليها بابجي تمام. ودي العربي اهو كده. ليه مش بتعمل كده؟ على فكره النظام حلو والله العظيم. ليه تبقى مهمل كده؟ دي كراسه الدراسات اللي عليها الكيبورد دي دراسات. طيب تمام. ليه تسيبني ده يعني الف حوالين نفسي واسال واعمل كده ليه؟ دي السكتش ده ايه؟ علوم كان مذاكره، سكتش مذاكره 18 جنيه. طب العلوم الرياضه فين كراسه الرياضه؟ فاضل كراسه رياضه. انا كده حطيت لك كل الكراسات اهو ما عدا كراسه الرياضه. خدها اهي، هاتها حطها يلا علشان انا. طيب تمام يلا. بس يا جماعه ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب ايه نقول الدعاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يلا سلام عليكم. ما تنسوناش يا جماعه في اللايكات بالله عليكم، والسبسكرايب علشان لو لسه مشترك، يعني لو لسه شايفيننا جديد مش مشتركين عندنا اشتركوا، ولو مشتركين ومش بيوصلكم اشعار مننا يعني الغوا الاشتراك واعملوه تاني. سلام عليكم.